مع محمد شبانة وصباحكم دايما زي الفل. النهاردة اتأخرت للأسف، مشاكل كتيرة جدا على الطريق الدائري وناس بتهرج، يعني حاجات تفرس الواحد. اللي بيصور مشهد فيلم معرفش ازاي الساعة 9 الصبح بيصور مشهد فيلم، واللي غلط في الفتحة فراجع بظهره على الدائري فموقف الطريق كله، واللي واقف يتفرج على الفيلم من الناحية التانية. فحاجات عجيبة كده بتحصل. عموما اتأخرت واللي حصل. الاسبوع اللي فات ده كان فيه اكتر من حدث مهم جدا. خروج الاهلي طبعا من البطولة العربية، وكانت حاجة يعني غير متوقعة ابدا. والفروق الفنية بين الاهلي والفيصلي الاردني يقول ان الاهلي لازم يوصل فاينل، يعني هو الاحق بكده. لكن الاخطاء برضو اللي حصلت واصرار الجهاز الفني على انه يعدل في التشكيل ويرجع تاني يعتمد على اللاعبين الكبار، ونلاقي وجهة نظر في الحتة دي. ان انت بتعتمد على اللاعبين الكبار عشان خاطر تكسب البطوله العربيه بيهم، ولا بتجهزهم لكاس مصر؟ يعني الفكره انك عبد الله السعيد يرجع يلعب واحمد فتحي يرجع يلعب والناس دي ترجع تلعب بسرعه علشان خاطر انت شايف ان هم هيقدروا يكسبوك كاس البطوله العربيه، ولا انت كان هدفك انك تاهلهم لكاس مصر اللي مفترض هيبدا وينطلق الدور قبل النهائي منه يوم الثلاث بعد بكره، اللي هو الزمالك والمصري والاهلي وسموحه يوم الاربعاء؟ اكيد انت كنت بتجهزهم لكاس مصر. هل التارجت بتاع الاهلي كان افضل له البطوله العربيه ولا كاس مصر؟ يعني ايه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي؟ يعني لو انت مدرب الاهلي كان احسن لك ان انت تجهز اللعيبه لكاس مصر، ولا تكمل بنفس اللعيبه اللي بدات بيهم والبطوله العربيه وبداوا ينسجموا واللي عندهم دوافع كبيره جدا عشان خاطر كانوا بعاد عن التشكيله الاساسيه الفتره اللي قبليها ويكملوا معاك البطوله العربيه؟ هل البطوله العربيه افضل لان فلوسها كتير، جوازها 2.5 مليون دولار والكلام ده، ولا هي افضل عشان خاطر بتعمل لك زي صيت قوي جدا وشعبيه ضخمه جدا في الوطن العربي خصوصا بعد غياب؟ يعني رهان الجهاز الفني كان سليم ولا كان خاطئ؟ انا في رايي انه كان خاطئ. ايه يعني بطوله كاس مصر؟ ولو كملت حتى بطوله كاس مصر بنفس الفريق اللي بتلعب بيه في البطوله العربيه، ايه المشكله يعني؟ دي وجهه نظر الحقيقه. كان في مؤتمر صحفي امبارح مهم جدا للمهندس محمود طاهر، اتكلم فيه عن اللائحه الاسترشاديه وانتقد بقوه اللائحه اللي موجوده، وكان ليه بعض التحفظات، وهو عامل لائحه للنادي الاهلي. انا برضو حتى الان انا مش قادر افهم اللغط اللي عمال يحصل، انه محمود طاهر شغال عشان يمنع الخطيب من الدخول للانتخابات. ما اعرفش ازاي، يعني الراجل قال 100 مره والخطيب نفسه ما اتكلمش في الموضوع. لكن فكره تصدير 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 ازمه زي دي يعني غير منطقي ابدا انه يحصل ده في النادي الاهلي الحقيقه. يعني كل الكلام امبارح في المؤتمر الصحفي انتقاد للائحه الاسترشاديه، كلام رائع جدا وله حق في جزء كبير جدا منه المهندس محمود طاهر، بس على اعضاء النادي الاهلي نفسهم يتحملوا المسؤوليه وتنعقد بيهم الجمعيه العموميه يوم 25/8 بيعملوا اللي هم عايزينه، يحطوا البند اللي هم عايزينه ويلغوا البند اللي هم عايزينه ويضيفوا اللي هم عايزينه. يعني ما يبقاش مصيرهم في ايد 10 او 20 او 30 مع كامل احترامنا ليهم. يعني البرلمان حاطط القانون وده بيعتمدوا يعني مئات اعضاء مجلس الشعب، وبيعتمدوا سياده الرئيس شخصيا، وبيمروا بيتفلتر وبيروح هنا وبيروح هنا، اوكي. لكن اللائحه الاسترشاديه حاططها 10 12 واحد، يعني مش ملايكه يعني في الاخر. يعني فيهم اللي بيفهم وفيهم اللي نص نص وفيهم اللي عارف وفيهم اللي مش عارف وفيهم اللي بيغلط. عادي يعني وارد انه يتعدل اللائحه دي، طبيعي، او وارد انها تتعدل، ومفيش لائحه ابدا تحطها ثابته وتنفع لكل الناس. النادي الاهلي له شكل، نادي الزمالك له شكل، نادي السموحه له طريقه، مركز شباب له طريقه، نادي نبارو له طريقه، كل نادي ليه صبغته وشكله ونظامه. بدل ما الاهلي او مجلسه او الجمعيه العموميه او الساده الاعلاميين اللي بيرتدوا توب الدفاع او الهجوم او ما نقعد نولول كلنا، ما تجتمع الجمعيه العموميه وتقرر مصيرها، سواء في الاهلي او في الزمالك او في اي نادي. يعني زي ما حصل في النادي الاولمبي، وده مثال ضخم جدا غير متوقع الحقيقه، ان تلت الجمعيه تيجي، مش بس 8% من عدد اعضائها. يمكن الاهلي والزمالك
ناس تقول لك يعني هم مش عارفين يجمعوا 8%. 8% ده رقم ضخم. يعني في تصريح امبارح كان لاحد نواب البرلمان بينتقد فيه كلام المهندس محمود طاهر، بيقول لك المجلس اللي ما يعرفش يجيب 8% ما ينزلش انتخابات، ما يتكلمش وينزلش انتخابات. 8% في النادي الاهلي يعني 12500 بني ادم على فكره يعني. وعايز اقول للنائب حتى اللي قال كده، هو انت نجحت بكام في المية في دايرتك يعني هو انت بتقول هذا الكلام دايرتك لو فيها مليون واحد بتلاقي ناجح ب20,000 صوت يعني 2% مش 2%. فاي حد بيتكلم واي حد بيفتي. طيب هنطلع فاصل ونرجع احنا كمان نفتي بعد شويه. طبعا لا حديث في العالم كله عن قصه نيمار وحدوته نيمار وبدأ الموضوع ياخد ابعاد سياسيه. يعني فكره انه نيمار وبعدين انه يتفسخ عقد لاعب مع برشلونه. يعني اعرف انه يتفسخ عقد لاعب مثلا مع الزمالك عشان عنده مشاكل في العقد بتاعه، مع الاهلي عشان جاله يعني عرض في اوروبا مغري. يعني اتفهم ان في سبب، لكن يفسخ عقده مع برشلونه اللي هو نمبر 1، يعني ده نمبر 1 في العالم، عشان يروح باريس سان جيرمان. يعني حتى ابراهيموفيتش قال له يعني انت فاكر نفسك هتاخد معاهم دوري ابطال اوروبا؟ كان غيرك اشطر يعني. كان هناك ابراهيموفيتش من سنتين وعادي يعني، راح لم له قرشين وخلاص وكمل، راح انجلترا، راح للناس اللي الكوره عندها احسن يعني. انما دي لغه المال وصراع المال اللي بيستخدمه القطريين هنا، والموضوع واخد ابعاد سياسيه، لان الحكومه الفرنسيه نفسها اللي راح لها نيمار بقى، مش الاسبانيه اللي مشي من عندها نيمار، لا ده الحكومه الفرنسويه اللي راح لها نيمار هي نفسها عملت تصريحات وقالت ان قطر بتحاول من خلال الكوره والرياضه والصفقات الضخمه المشبوهه دي تغطي على ازماتها في دعمها للارهاب على مستوى العالم. دي تصريحات صادره رسمي من الحكومه الفرنسيه امبارح واول امبارح. فالموضوع واخد ابعاد سياسيه ضخمه جدا، لان هو غرضه سياسي مش رياضي اطلاقا. يعني مفيش متخلف عقليا هيروح يدفع 500 ما يقرب من 500 مليون يورو، يعني نص مليار يورو، يعني فسخ العقد لوحده 222 مليون. بيقولوا كانوا واخدين شنط فلوس ورايحين بيها النادي وبتاع، والرزمه 50,000 يورو، الرزمه الواحده عامله 50,000 يورو. فلوس بالعبيط طبعا. يعني مفيش متخلف في الدنيا هيفسخ عقد ب 222 مليون يورو ويديهم لنادي برشلونه الا لو عايز يعمل حاجه بومينج على مستوى العالم وله غرض وابعاد اخرى غير الكوره ومكاسب الكوره. معايا على التليفون محمود. كابتن محمد صباح الفل. صباح الفل يا كابتن. اتفضل يا استاذ محمود. انا والله سعيد ان انا بكلم حضرتك. ربنا يبارك لك. محايد اعلامي محترم من ايام حضرتك ما كنت في مودرن سبورت وانا بتابعك في مودرن. تمام، ربنا يخليك يا محمود، اشكرك. والله يا كابتن انا سعيد بحضرتك وبتكلم على النادي الاهلي فيصلي. ان برضه كان في اخطاء حصلت، لكن كان محمد نجيب غايب، كان عندنا غيابات، احمد فتحي ما بيلعبش في مكانه رغم ان هو بيلعب في المنتخب ليبرو بس ما بيلعبش باك يا كابتن. وبرضه باسم علي كان ممكن يكمل مكان محمد هاني. باسم علي برضه كان ماشي كويس في البطوله العربيه. وفي لعيبه ثانيه يا كابتن يعني حسام عاشور لعب الماتش ده برضه. حسام عاشور مفيش خلاف عليه لان حسام غالي كان غايب. يعني حسام عاشور والسوليه كانوا يعني هنقول كويسين في نص الملعب برغم غياب حسام غالي للاصابه. محمد نجيب يعني هو انا كنت العب بنفس، لو انا كنت مكان الكابتن حسام البدري كنت هلعب بنفس اللعيبه اللي بدات بيهم البطوله العربيه، والكبار اللي مريحين اسيبهم مكملين راحتهم او يتمرنوا بعيد عن المشاركه اساسيا في البطوله العربيه.
لان هم بعدوا عن حساسيه الماتشات اكتر من 10 ايام، وده هيبقى له تاثير سلبي جدا عليهم، وده حصل طبعا. وده حصل. ده ظهر فعلا في لقاء الفيصلي، بخلاف ان الحكم برضو يعني ما كانش طبعا اللي هو يحكم ماتش زي ده. الحكم يعني كان هي بطوله يعني كلها اخطاء تحكيميه، خد بالك البطوله بس مش بس يعني الماتش ده، البطوله كان فيها اخطاء تحكيميه. اللعيبه يعني حسسونا ان هم شمال افريقيا اللي احنا عارفين عنهم، الجزائر والمغرب وتونس تضييع الوقت، هم بقى يعني الحارس مش عارف يقع ليه، واللعيبه بتقع لوحدها. مظبوط. يعني مشكورك يا محمود، شكرا جزيلا، ودايما متواصل معايا. عايز افكركم 3835316 ده تليفوني، رسائلنا على رسائلنا الاس ام اس بتاعتنا 1053 صفحتي على الفيسبوك من الاخر مع محمد شبانه. انا عندي على فكره لقاء مع محمد فاروق لاعب المقاولين العرب، وقصه انتقاله لنادي الزمالك. عندي نشرة اخبار احنا بنجهزها دلوقتي، وبعدها هنسمع اللقاء ده بيتكلم عن انتقاله للزمالك. وحتى هو ليه بقول لكم، بدي مثال في كلامه وفي تصريحاته عن نيمار، بيقول المقاولين العرب طالب 15 مليون جنيه، هو رقم مبالغ فيه، بس دلوقتي مع صفقة نيمار ما هتبقى البنا في العالم كله. النهارده كريستيانو رونالدو هيجي لريال مدريد عنده مشكله في الضرايب، فيقول لهم ادفعوا لي الضرايب ما اعرفش 20 مليون يورو ولا كام. هيجي الريال يقول له اصل صفقه نيمار كده. هنقعد يعني لدرجه محمد فاروق المقاولين وراح الزمالك فبيتكلم في صفقه نيمار، بيقول لك ده نيمار ب 222 مليون يورو شرط الجزاء، يعني ما يدفعوا 15 مليون جنيه يعني. مع انه الراجل قايل انه الرقم مبالغ فيه، لكن شايف ان الاسعار بقت عاديه يعني بعد صفقه نيمار. يعني طبعا دي اسلوب بيستخدمه القطريين زي ما قلت لحضراتكم لإلهاء الناس عن حواديت كتيره جدا، منها دعمهم للارهاب ده في البعد السياسي، منهم الرشاوى اللي اتدفعت في كاس العالم. وبدات الملفات دي تتفتح. على فكره الاسبان بداوا يتكلموا في ان هم يفتحوا هذه الملفات بشكل رسمي، والنهارده وامبارح طلع ناس من برلمان الانجليزي اتكلموا انه في شواهد وفي ادله هتظهر قريبا جدا عن دفع رشاوى رسميه لبعض اعضاء اللجنه التنفيذيه في الفيفا للحصول على التصويت بتاعهم في 2022 في كاس العالم في الدوحه. خلونا نتكلم بالتفصيل اكتر، وعندنا اخبار اكتر، وهنسمع محمد فاروق لكن بعد نشره الاخبار حالا على 105.3 نغم اف ام. كابتن محمد فاروق لاعب نادي المقاولين، عايز اعرف ايه اخر التطورات بشان انتقالك لنادي الزمالك؟ مفيش، هو المفاوضات شغاله، وانا مرحب بالعرض وكده، وطبعا شرف كبير ان انا العب في نادي زي نادي الزمالك. مفاوضات شغاله ما بين الناديين، انا مركز طبعا هنا مع الفريق لان انا كده كده مرتبط بعقد لسه قدامي سنتين، السنه دي والسنه الجايه. شايف ان لو اداره النادي شافت ان العرض مناسب وكويس فهي مش هتمانع في حاجه. اداره المقاولين طالبه 15 مليون جنيه من نادي الزمالك، حضرتك شايف ان الرقم ده رقم مبالغ فيه ونادي الزمالك ممكن يوافق عليه ولا لا؟ والله يعني الكوره دلوقتي خلاص ما بقاش فيها ارقام مبالغ فيها او كده، بس يعني هنا عامه في مصر بالنسبه للرقم يعني احنا بنسمع ارقام كبيره، بس يعني لو بره لسه شايفين نيمار ولاعيبه كبيره طبعا انتقلت بارقام خياليه وكده. بس فاحنا الفتره الجايه طبعا في السوق عامه يعني في سوق الانترنت في الماركت وكده، فهيبقى فيه ارقام زي دي واكتر كمان. لكن انا شايف ان هو الرقم مبالغ شويه فيه، وممكن ان هي تنزل عن كده كتير كمان. شايف الصفقه ممكن تتم على يعني اخر حاجه رقم كام مثلا الزمالك ممكن يتفاوض بشان؟ انا مش عارف والله ارقام لان انا مش متواصل مع حد يعني، بس ممكن ان هي تنزل عن كده يعني، لكن انا مش عارف رقم بالظبط يعني. في حد اتكلم معاك من نادي الزمالك بشكل مباشر؟ لا انا كده كده الوكيل بتاعي الكابتن نبيل ابو زيد هو يعني هو المتواصل ما بين الناديين وكده، يعني والناديين بتجمعهم علاقه كويس لان في ناس كتير انتهت يعني زي علي فتحي محمد سالم، فعلاقاتهم كويسه. بالاضافه ان الوكيل بتاعي انا مفرغ نفسي خالص في تمريني وكده مركز، وهو كده كده يعني بتواصل مع الاثنين. شايف لو نادي المقاولين اتمسك بال 15 مليون اللي طلبهم من الزمالك الصفقه ممكن تفشل؟ بص هو في الاول وفي الاخر ده بيبقى نصيب، انا سايبها على ربنا. الموضوع تم طبعا هبقى في كامل سعادتي بلعب لنادي كبير زي نادي الزمالك، ان شاء الله اكون اضافه كويسه ليهم. وفي نفس الوقت برضو انا هنا برضو في نادي كبير كويس، نادي محترم، بيتي الحمد لله بأدي فيه بطريقه كويسه وبشكل كويس،
بس ففي الحالتين هقول الحمد لله، فاين كان يعني الاختيار بتاع ربنا. شايف فرصتك هتبقى ازاي مع الزمالك لو الصفقه تمت؟ مش عارف، يعني حته الفرصه دي بتبقى ترجع للاجتهاد وكده فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا لو رحت وكده. في مجموعه لعيبه هناك طبعا على اعلى مستوى ولعيبه كويسه، طبعا هتبقى في منافسه وكده، ان شاء الله تبقى المنافسه دي في صالح الفريق تبقى كويسه، وان شاء الله باذن الله الاصلح والاحسن هو اللي يلعب ان شاء الله. تقييمك ازاي دلوقتي لفرقه الزمالك؟ ما فيش نادي الزمالك يعني اللي بيحصل فيه دلوقتي ما يقللش منه ولا من كيانه ولا من ان هو نادي كبير عظيم. طبعا وارد ان ممكن يحصل يعني دروب كده في بعض الاوقات، ان انا شايف ان الفتره دي هي فتره صعبه طبعا بيمر بيها نادي الزمالك، لكن انا شايف ان هم نادي كبير، الانديه الكبيره ما بتتاثرش بالحاجات دي، وقادرين طبعا مجموعه اللعيبه اللي موجوده هناك ان هي ترجع تاني امجاد نادي الزمالك. وانا شايف ان الفتره الجايه هتبقى احسن، يعني انا شايف ان هم الفتره دي هتقويهم بحيث ان هم يرجعوا اقوى من الاول كمان. انت كنت في النادي الاهلي، كلمنا عن تجربتك في النادي الاهلي، هتفرق ايه عن تجربتك بعد كده في حاله انتقالك لنادي الزمالك؟ لا انا تجربتي مع النادي الاهلي يعني ما بعتبرهاش ان هي تجربه ناجحه، لان انا ما حبيتش ان انا اقعد احتياطي، وما حبيتش ان انا ابقى دور تاني. مش معنى ان انا قاعد احتياطي يبقى في تقصير، لا انا حسيت ان انا بأدي كويس وكده، وحسيتش ان في فرصه ان انا اشارك وكده، فانا فضلت ان انا امشي. بس طبعا العقليه بتاعت مثلا دلوقتي مثلا الشاب كان 23 سنه دلوقتي 27 سنه، طبعا هتبقى الفرق كبير، يعني الواحد يعرف ان هو يتحكم شويه في نفسه في قراراته وبتاع، فالدنيا هتبقى مختلفه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا. يمكن اغلب اللعيبه دلوقتي بتفكر في الاحتراف او ان هي تخوض تجربه احترافيه في انديه اوروبيه، ليه فكرت ان انت يبقى في اهلي زمالك ما فكرتش في تجربه خارجيه؟ مفيش والله، يعني في عروض جت بس هي مش مناسبه، فده احسن عرض جالي وكده، فمش عيب برضو ان انا رايح نادي كبير، ما يفرقش عن اي حاجه بره خالص. ان شاء الله باذن الله من خلال نادي الزمالك والمنتخب، خلال المنتخب ابقى بوابتي للخارج ان شاء الله.